ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني مع فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بنعمل الحاجات الشتوي الجميلة دي. طبعا انا بشتغل دلوقتي بخيط القطيفة. يعني دلوقتي بعمل حاجات لكليك بخيط القطيفة. ايه رأيكم في الشكل بتاعه ده؟ بصوا جميل جميل جميل. بصوا منظره رائع. بتاع شهور بنلبسه لغاية سنة. بصوا بالشكل الجميل ده. يلا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض نشوف أنا عاملاه ازاي خطوة بخطوة. أهو أدي بكرة الخيط القطيفة أهو. بصوا شكله أهو بالمنظر ده أهو. أنا هبدأ أعمل بإبرة نمرة 4. عايزة تكبري 5 تعملي، عايزة 6 براحتك. بس أنا عايزاه إيه؟ يبقى ملموم شوية، مش عايزاه يبقى كبير قوي. فاهميني؟ أنا هعمله أهو. طبعا بنسيب برضو حتة على جنب كده ونبدأ نعمل قفلان غرزة البداية بتاعتنا زي ما بنشتغل لغاية ايه ما بتدخلي الإبرة زي ما قلنا اهو. بصوا اللي على جنب دي بنعملها كده اهو عشان تضيق معانا. كبري شوية ايه الفتحة بتاعت السلسلة. انا هعملهم 12 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 أو 7 8 9 10 11 12 أهو. دول 12 خلاص. بعمل ايه؟ بطلع سلسلة كمان اهو. عشان ايه؟ انا هعملها بغرزة الحشو. بعمل ايه؟ بسيب بقى السلسلة اللي انا عملتها دي واخش هنا على طول في اللي جنبها. ابدأ بغرزة حشو. في كل سلسلة بعمل غرزة حشو. بصوا بالمنظر ده كده. عايزة اهو شايفين اهو. عايزة بس الكاميرا بتبقى مبينة لكم الغرزة. بتدخلي هنا اهو في الفتحة اهي. بيبقوا 2 بناخدهم مرة واحدة كده اهي. بصوا انا مبطئة ايدي عشان تشوفوا شكل الغرزة وانا بشتغلها اهو اهي. بصوا طبعا انا عملتها 12 سلسلة لان انا عايزاها يعني ايه لكلوب صغير. طبعا كل ما بنكبر الإبرة وتكبري في السلاسل بيبقى أكبر إيه في السن أهو. بصوا أهو. بصوا طبعا الخيط القطيفة بيبقى روعة في الشغل بتاعه أهو أهو. في كل سلسلة أهو غرزة حشو. خلاص جينا للأخيرة أهي. خلاص ده كله السطر الاولاني. ديت طالعه كده اهي بتظبطيها بايدك اهي. خلاص بنعمل ايه السطر التاني؟ انا عايزه حوالي 5 سنتي بالايه بالطول بتاع اللكلوك. يعني حوالي 5 سطور. هطلع سلسله بلف الشغل بتاعي في السلسله في الحشو اللي جنبيها بعمل حشو. ما تعمليش في اللي انت طلعتي منها السلسلة اهو اهو. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو اهو بالمنظر ده. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو اهو. شايفين بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. انا بعمل معاكم بصوا اهو. بيبقى بارز كده في منتهى الجمال القطيفة في الشغل بتاعه وسهل جدا. انت ممكن في حاجة يعني في دقايق، لا في دقايق ايه هقول لكم دقايق في نص ساعة او حاجة تعملي اللكلوك بتاعك ويبقى خلص اهو. جينا للاخر اهي. خلاص بطلع سلسلة بلف الخيط تاني اهو. بسيب الاولى دي بخش في التانية. ده كده تالت سطر
انا عايزة بالويم كده، هما 5 سطور 5 سنتي، 5 سطور 5 سنتي اهو. بصوا اهو، اهو بصوا، بصوا بيبقى جميل جدا، بيعمل معانا. ده طبعا اللكلوك القطعة الواحدة يعتبر ما بنعملش حاجة فيه اهو. شايفين؟ طبعا وانتي ماسكة الخيط اهو تحسي ان هو ناعم جدا. خيوط القطيفة دي بتبقى في الشغل رائعة. اطلع سلسلة، بسيب دي برضو، بخش في التاني، ده كده رابع سطر. انا عايزة 5 تسطر لان 5 سنتي هم 5 تسطر. طبعا تكون المزورة معاكي، وطبعا المقص بتاعك والحاجة بتاعتك بتبقي مظبطاها اهو. اهي شوفوا بالمنظر ده كده اهو. طبعا انا هعمل الفيديو ده على 2، هوريك التقسيمة بتاعته اهو. شايفين اهو بالمنظر ده كده. بصوا، بصوا الشكل بتاعه جميل جدا. دول كام واحدة؟ 1 2 3 4، انا عايزة 5 اهو. اخر سطر في ارتفاع الكعب بتاع اللكلوك بتاعنا اهو. بعد كده بقى بعد ال5 دي هنقسم بقى وش اللكلوك بتاعنا بيتعمل ازاي اهو. اهو اهو. بصوا انا عشان وقت الفيديو اهو عملتهم معاكم 5 اهو. هبدأ الجزء التاني إن شاء الله بعد الفيديو ده مباشرة. هنعمل مع بعض تقسيمة اللكلوك. بصوا جماله. عايزة تعليقاتكم الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين. وعايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في اللون الجميل الأورنج ده. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.